السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو دوت هنتعلم ازاي نقمر العيش. وتأمير العيش دوت معناها ان انت لو كنت سهران بالليل متأخر وعندك عيش من امبارح او عيش من الصبح، وزي ما انتوا شايفين ما بقاش طري، ولو جيت تاكل بيه هتحس ان هو يعني مش مقبول كده. فاللي احنا بنعمله في الحالة ديت هو تأمير العيش، وتأمير العيش ديت صنعة مصرية. فكل اللي انت بتعمله ان انت بتجيب عدد الارغفة اللي انت عاوز تأمرهم وتاكلهم يعني، وتبدأ تعمل اللي احنا هنعمله دوت. اول حاجة هتولع النار. زي ما انت شايف ولعت النار، هبدأ اهدي شوية لحد ما مستوى النار يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. زود شوية صغيرين، وبعدين ابدأ احط رغيف العيش. ماشي. لو انت مبتدئ محتاج ان انت تقلب العيش زي ما انتوا شايفين كده. كل شوية بتفضل تقلب العيش لحد اما العيش يعني تحسه بقى طري كده، يعني انت هتيجي تمسكه وتشيله وتحطه تاني هتحس ان هو بدأ يكون طري. طبعا العيش هنا ممكن تلاقي جزء منه تحول للون الاسود زي ما انتوا شايفين كده مكان النار، ولكن ده معناها ان انت ماشي على الطريق الصحيح وفقا لخطة مؤتمر مصر الاقتصادي. زي ما انتوا شايفين انا عمال اقلب لحد ما الرغيف حتى بقيت اجي امسكه ينام لانه خلاص بدأ يكون طري. فكده الرغيف دوت خلص. انا قلت لك لو انت مبتدئ ممكن تعمل رغيف واحد لوحده، انما لو انت بروفيشنال زي كده فانت ممكن تحط رغيفين، تفضل تقلب هنا، بعدين تقلب هنا، تقلب هنا، بعدين تقلب هنا، وهكذا تفضل تقلب. وممكن تزود بقى رغيفين تلاتة اربعة حسب مقدار ممارستك للموضوع دوت، ولكن حافظ على ايدك لان انت بتتعامل بايدك، فخلي بالك من زوزو وخلي زوزو من بالك. زي ما انتوا شايفين انا عمال اقلب والعيش بدأ يكتسب اللون اهو. ده الختم بتاع التأمير. اي رغيف عيش تشوفه بالشكل دوت تعرف ان هو متأمر، ودي حاجة مش وحشة على فكرة. شايفين ده الختم بتاع التأمير. افضل اكمل تقليب رايح جاي رايح جاي. الرغيف دوت وشه كده بدأ يعني خلاص يقولك كفاية ارحمني، فممكن تطلعه وتبدأ تكمل على الرغيف اللي بعديه. زي ما انت شايف ده كمان بدأ يشتكي، فخلاص كفاية عليهم كده. ممكن بقى تسيب النار قايدة وتجيب الرغيف الرابع والخامس وهكذا، ولكن يستحسن متبقاش مبذر. وكل ما تعوز تأمر تأمر تاني، لأن العيش لما بيتأمر مرة ويتساب وتيجي تأمره تاني مش بيبقى حلو زي أول مرة. فحافظ على نفسك وحافظ على قلبك وخليك دايما كل حاجة اعملها لأول مرة. مع السلامة.